بصوا لي على الجمال، بصوا لي على القمر وقولوا لي تسلم ايديك يا هنا على الاختراع اللي هيخلينا في حته تانية. اكيد عندنا واحد في النص من ولادنا كده بيبقى الوسطاني بني ادم فرخاوي، فما ينفعش معاه ولا سمك ولا لحم ولا اي حاجه. فانا اخترعت الوصفه دي عشان هو بيحب الرقاق جدا، فانا قلت ايه هعمل له تريكايه كده. شوفوا معايا الوصفه لغايه الاخر، هتحبوها جدا، هتستسهلوها جدا، وحاجه خفيفه قوي، خفيفه فوق ما تتصوروا. انا مش بقول كده مجامله. فتعالوا بقى نشوف الجمال ده اتعمل ازاي، والروقان ده. يعني ده اكلات كمان الصيف، عايزه حاجات سريعه وفيها بروتين وفيها نشويات ومعاك البيبسي بتاعك، ويلا بينا نبدا الوصفه. معانا بقى طاسه على النار، هنحط فيها معلقتين سمنه ومعلقتين زيت، وهنبتدي ننزل بالشاورما بتاعتنا او فاهيتا الفراخ بتاعتنا. هننزل بقى اول ما الميه بتاعتها تنزل، انزل بالتوابل اللي بحبها، 7 بهارات، توابل فراخ، فلفل اسمر، ملح، وهنزل وهقلب بس ما نكترش بهارات. وبعد ما تاخد لون كده معانا، هنزل بالبصله بتاعتي متقطعه جوليان رفيعه. وبعد كده هنزل بطماطم، بفلفل الوان، باللي انت تحبيه، فلفل اخضر اللي انتوا تحبيه، سبايسي حسب ما انتوا حابين. وهبتدي اقلب الكلام ده كله مع بعض، وجهزت معانا. ويلا نجهز الرقاق بتاعنا. معانا الرقاق طري. بصي مبدئيا كده، في قعر اي صينيه لازم تحطي الرقاقه بتاعتك قبل ما تبليها. ليه؟ عشان في ناس كتيره قوي بتشتكي ان الرقاق بتاعي بيلزق. ليه؟ عشان ما ينفعش تبليها وتحطيها، هتلزق معاكي. لو انت كمان حاطه الصينيه بتاعتك ما بتلزقش. اعملي الحركه دي. هبتدي بقى معايا شوربه اي حاجه. انا معايا شوربه لحمه، شوربه فراخ تنفع، شوربه بط تنفع، اي شوربه. المهم هبتدي ابل كده زي ما انتوا شايفين، او اسقسق، وهنزل زي الرصه اللي انتوا شايفينها كده بالظبط. الفيديو شارح نفسه. وانزل بالسمنه بتاعتي، واحط واحده رقاق بعد ما بلتها، واحط لها بردك سمنه، وهنزل عليها بالشاورما. بس مش هنزل بالكميه كلها، هسيب زي كوبايه كده منها. فاهميني؟ تمام كده، تمام. هبدا الم الصينيه بتاعتي زي ما انتوا شايفينه، كل لما هنزل بمسحه سمنه عشان الرقاق بتاعي يطلع مورق، وما يطلعش كمان يعني مسحه واحده عشان ما يطلعش تقيل. تمام. هجيب رقاقيه زي ما انتوا شايفين، مبلوله نص بله، مش بله قوي. وهبتدي اسكنها جوه الصينيه زي ما انتوا شايفين، وانزل عليها بمسحه سمنه. هدخلها الفرن لغايه ما تاخد اللون ده، واطلعها على صينيه زي كده. الصينيه دي بورسلين، بتنفع تخش الفرن عادي. وهرص بقى وش البيتزا من فوق زي ما انتوا شايفين، وهنزل بالجبنه الموتزاريلا، وهنزل بشويه الشاورما اللي كنت شايلاهم، وبقى فلفل زيتون الموجوده عنده، خضار حاجه تشغلك ولا حاجه تعصبك. احنا مش ناقصين عصبيه، كفايه هم معصبيننا. تمام. وهخش تاني بالصينيه دي، تاخد وش من تحت، ووش البيتزا يسيح كمان. هتطلع بالقمر والحلاوه دي. ان عجبك الفيديو حط لنا لايك.